قصة مرعبة جدا. حد كلمنا في التليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، أهلا. أنا عندي مشكلة إن في حد بيبتز أختي اللي عندها 12 سنة. عندها كام؟ عندها 12 سنة. أيوة زي ما حضراتكم سمعتوا بالظبط، عندها 12 سنة. البنت دي تقريبا في إعدادية، في تاني إعدادي أو تالتة إعدادي، مش عارف يعني. كان في ولد في المنطقة اللي هي ساكنة فيها في أحد أحياء القاهرة. الولد ده كان بيطاردها وهي رايحة وهي جاية من الدرس، ففضل يمشي وراها لحد ما خد رقم تليفونها، وبعد كده بدأ يكلمها. طيب لحد هنا تمام. البنت بعد كده بدأت إن هي تبعت له صورها وبدأوا يتشاتوا مع بعض. راحت البنت اللي بتكلمني دي أختها الكبيرة، فأختها الكبيرة بتقول لي إن أنا بوالدتها بننزل الشغل عشان نصرف عليها عشان والدهم متوفي. فتفاجأ البنت الصغيرة في الوقت اللي أختها وأمها برا البيت إن الولد ده بيخبط على الباب ودخل جوه واتحرش بالبنت على السرير جوه أوضة نومها. تمام. طيب ده طبقا للكلام اللي قالته البنت الصغيرة، لأن أنا كلمت البنت الصغيرة برضو في التليفون. طيب يا حبيبتي، إيه اللي حصل معاكي؟ اللي حصل معايا إن أنا كنت في البيت لوحدي لما والدتي وأختي كانوا بره في الشغل، فخبط عليا الباب ودخل وحاول إن هو يغتصبني ومعرفش. وبعد كده أثناء ما هو بيحاول يعمل ده مصور لها فيديو مدته حوالي ساعة وهو بيحاول يغتصبها. تمام. طيب الموضوع أنا حبيت أتكلم فيه للمرة المليون، لأن فيه قصص كتير جدا جات لي يعني لما الواحد اتهرى، لكن الموضوع ده بالتحديد يعني بجد مش قادر أسكت. يا جماعة نخلي بالنا من بناتنا. انا دلوقتي مش هلوم على البنت واللي حصل واللي جرى واللي كان واللي راح، لان انا اول حاجه سالت البنت، اتصلت لما كلمتني البنت قلت لها انت سليمه؟ في حاجه اتحرش بيكي، اغتصبك، اي حاجه؟ قالت لا ما حصلش حاجه، هي القصه كلها ان هو حاول ان هو يتحرش بيها. طبعا